بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا دايما بألف خير. قبل ما ندخل بقى الفيديو كده وقبل ما اي حاجه نصلي على الرسول ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. النهارده ان شاء الله هنجاوب على الاسئله اللي جات لنا في الكومنتات. طبعا في سؤال مهم جدا جدا جاني وقلت هاجيب عليه. في حد بيقول لي ان ينفع اربي يعني اربي بط مع فراخ مع كده يعني. قلت طبعا ينفع بس في شروط يا جماعه. طبعا كل اللي ما بيعرفوش يربوا او ما عندهمش مكان للتربيه، في ناس بيبقى ما عندهاش مكان صغير تمام، فتقدر تربي فيه. ممكن الناس تقول لك انا بربي في البلكونه ماشي، بس لما يكون عندك بقى مكان واسع زي ده ممكن تحط بط مع فراخ مع وز بالشكل ده، بس بشرط ما احطش فراخ كبيره مع صغير. يعني ما اجيبش كتاكيت صغيره وارميها في وسط الطيور دي زي ما احنا شايفين كده واقول هتتربى. لا، انت كده بتخسري الفراخ اللي انت جايباها. لازم يكون عندك مكان للتحضير ومكان للطيور بتاعتك الكبيره دي. طبعا الافضل ان يكون لكل نوع مكان، بس انا ما عنديش. لا ما عنديش بقى، مش هقف برضه، لان اللي ما بربيش ما بياكلش يا جماعه. ما شاء الله ما فيش احلى من تربيه البيت، ما فيش احلى من اكل البيت. بتبقى الطير جميل نضيف، مش واخد هرمونات، بتبقى مربيها على ايدك، عارفه يعني شايفاه قدامك يعني. فتربيه الطيور في البيت مهمه جدا، وما حدش يعني بيستغنى عنها الا بقى اللي ما عندوش مكان. زي ما قلت فيه يعني بعض العوامل كده او بعض الاساسيات انك تمشي عليها عشان تحط الطيور مع بعضها. اول حاجه يكون سنها مقارب زي ما احنا شايفين، يعني ما فيش بط صغير بط كبير، وكله يعتبر مقارب بعضه. وكل يعني عاده كل الفلاحين او كل بيوت الفلاحين بيبقى لما البط والفراخ يكبروا عندهم او الرومي او الوز وكبير وكل حاجه ممكن يحطوه مع بعض كده، ما فيش اي مشاكل. لكن طول ما هو صغير طبعا ما ينفعش انك تحطي كبير مع صغير مع كده. عندك برضو في انواع من الطيور مستحيل انك تحطي معاها، زي الفراخ البيضه مثلا. الفراخ البيضه بالذات دي تتربى لوحدها لغايه ما تذبحيها، تاخد الدوره بتاعتها كامله متكامله تمام. ما تحطش معاها بط، ما تحطش معاها فراخ، ما تحطش معاها حاجات من دي، لان الفراخ البيضه بتقعدي تاكليها مثلا من اول يوم علف معين لغايه ما تذبحيها برضو علف معين. الفراخ البيضاء ما ينفعش تحط لها اي خلطات، زي مثلا احنا بنحط مثلا للطيور الكبيره دي ممكن تحطي عيش دش ذره كده يعني، كده زي ما احنا شايفين. فاحنا دلوقتي اهم حاجه في الموضوع ان انت يكون عندك المكان. زي ما قلت في ناس بتربي في البلكونات ما عندهاش مكان، لكن ينفع قوي لما يكون الطيور مقاربه بعضها في السن. ممكن قوي انك تربي الطيور مع بعض.